في حلقة استخبارات الفانز النهاردة واحنا كنا لسه بنحتفل بال 14000، قربنا جدا يا جماعة من ال 15000. وزي ما قلت لكم كده ان شاء الله هيكون في مفاجأة رهيبة بإذن الله، وهو ان هيكون معانا فريق صايع فانتزي، وهنحكي بقى على صايع فانتزي وهو عمل ايه وقصته ايه، وطبعا فرقته عاملة ازاي. كمان النهاردة يا جماعة محضر لكم مفاجأة تانية جامدة جدا. كل اللي هيكتب لي يا جماعة اشتراك في الكومنتس، يكتب لي بس كلمة اشتراك كده في الكومنتس، ويكون مشترك في ليك كابتن نونو، ويعمل شير للحلقه على الفيسبوك، على اليوتيوب، على تويتر، على اي منصه سوشيال ميديا، هيدخل سحب. وان شاء الله الفايز هيفوز بمفاجاه جميله جدا، وهي تيشيرت الفريق المفضل ليه 500 جنيه مصري في حاله اختياره. يعني هيبقى يا اما 500 جنيه مصري يا اما تيشيرت الفريق المفضل للفايز. في حلقتنا النهارده عندنا ان شاء الله كل المفاجآت، دوري بي ان سبورتس، ودوري الاف بي ال عرب يوتيوبرز، وعندنا طبعا دوري كابتن نونو واستخبارات الاصدقاء، وعندنا كمان برضو فرقتين كده بقالنا فتره ما جبناهمش، النهارده بنجيبهم. فالحلقه مكدسه ومليانه شغل جامد جدا. لكن بالنسبه لي اهم حاجه النهارده في الحلقه هي قصه كفاح وقصه نجاح فانتساوي، اللي الحقيقه كان في مركز ووضعيه صعبه جدا، ودلوقتي اصبح في مركز ووضعيه افضل بكتير جدا جدا. لكم كده فريق فانتساوي من اول الموسم لحد دلوقتي، وهو ازاي في الكام جوله اللي فاتت كان يعني بيتصاعد بشكل كبير جدا، وان هو دايما بيحصل له كده على مدار السنين اللي فاتت، ودايما بيبقى في الاخر في مركز ممتاز جدا. عندنا النهارده واحد جديد برضو متصدر في اف بي ال عرب يوتيوبرز، كل شويه بيطلع لنا واحد، لكن في واحد بقى نط من فوق كده خالص وبقى هو الاول دلوقتي على القائمه الجميله بتاعتنا من اليوتيوبرز والمشاهير، واحد من على منصه اكس بقى، وانا قلت لكم عليه كتير جدا، وهو عمر زغل، هو اللي بقى المتصدر دلوقتي. فكل ده ان شاء الله هنجيبه النهارده في حلقتنا، فانا مستني رايكم في الكومنتس، ومستني تكتبوا لي كلمه اشتراك في الكومنتس برضو، ويلا بينا نبدا حلقتنا. اخباركم يا شباب وعاملين ايه؟ واحده من الحلقات اللي يعني متصوره بسرعه جدا طبعا بعد ما الجوله خلصت، لان في جوله تانية على طول هتبدا، وانا مش عايز ان انا ما اجيبش حلقه استخبارات الاصدقاء، لان ناس كتير جدا بعتت لي بتقول لي فين الحلقه والجوله لسه ما خلصتش والله يعني. فقولوا لي برضو لو عايزين ان انا اعمل الحلقات قبل حتى ما الجوله تخلص، انا مش حابب قوي كده، بس يعني لو انتوا عايزين فعلا كده، واوقات الجولات بتبقى متلاحقه جدا، فقولوا لي لو نعمل الحلقه على طول في وسط الجوله ولا لا. اول حاجه عندنا النهارده في حلقتنا هي طبعا فقره ايه؟ فقره استخبارات الاصدقاء، ومعانا واحد من الاصدقاء في العراق النهارده، وهو مصطفى الباوي. مصطفى طبعا صديق جميل، وتواصلنا كذا مره على اليوتيوب، وكل اللي عايز يشترك وفرقته تطلع على الشاشه وتطلع صورته الجميله كمان في الحلقه، يبعت لي طبعا رقم الاي دي بتاعه ويقول لي كلمه اشتراك الاول، وبعد كده رقم الاي دي بتاعه، وان شاء الله اكيد هيطلع معانا في الحلقه. مصطفى زي ما انتم شايفين كده جاب 69 نقطه بماينس 12. يا نهار ابيض يا مصطفى، انا طبعا شفت الماينس 12 دي، يعني انتوا عارفين انا مش بحب الماينسز قوي، فطبعا ما كنتش مصدق نفسي بصراحه، انما 69 نقطه طبعا سكور ممتاز. المشكله في ماينس 12 دي، وهنشوف دلوقتي التغييرات، 57 نقطه طبعا جوله من تمبر، من محمد صلاح طبعا في الكابتنه، وبالمر وكونيا وايساك. المشكله كانت يمكن في الماينس 12 شويه، هو نزل طبعا 91000 مركز، لكن هو ترتيبه الحقيقه 970000، كان 878 ترتيب. انا شايف ان هو في وسط الموسم كده ترتيب ممتاز جدا. كونيا كان الستار، وطبعا الكيلر بتاعه جابرييل، لكن هو عنده تمبر، فرقته فيها توازن جميل. خلينا نشوف تغييراته، والاربع تغييرات اللي عملهم، هو جاب الكسندر ارنولد مكان فاس، جاب مارتينيلي مكان ساكا، جاب ايساك مكان ايفانيلسون، وجاب سابوزلاي مكان كيفن دي بروين. فطبعا التغييرات عملوا له 11 نقطه بماينس 12، يبقى عملوا له ماينس نقطه. تخيلوا، رغم ان ايساك ايفانيلسون طبعا كانت تغييره ممتازه، لكن هو ده اللي حصل في التغييرات بتاعه مصطفى صديقي الجميل. ودايما يا رب كده نتواصل، وتحيه طبعا مني لكل الاحباب في الجزائر وتونس وكل البلاد العربيه الحقيقه، لان ليك كابتن نونو اللي احنا هنخش لها دلوقتي مليانه 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 كل البلاد العربيه، وطبعا هو صديقي من العراق، اكيد برسل للعراق كل التحيه وكل التقدير. ناخد بقى ليك كابتن نونو بما اننا اتكلمنا عليه، ومروان فتح الله بقى هو الاول زي ما انتم شايفين كده على ليك كابتن نونو. بكام يا جماعه؟ 1269 نقطه،
نقطه يعني في الاوفرول. ما شاء الله ما شاء الله، في تفوق كبير جدا. ومروان طبعا من تونس مروان، وكنت سعيد جدا طبعا بهذا التألق الكبير. ننزل تحت في محمد الهاشمي اللي كان متصدر الحقيقه الجوله اللي فاتت بقى 77 نقطه، وطبعا 1258. منيب مصطفى في المركز الثالث في 73 نقطه. وهبه طبعا نور صديقي الجميل 69. نيجي بقى للمركز الخامس، الاتحاديه تيم محمدين مادي صديقي من موريتانيا و84 نقطه. وكنت سعيد جدا جدا لما شفت يعني محمدين من موريتانيا، بجد سعيد جدا جدا ان يعني في اصدقاء عندنا كمان من موريتانيا زي ما انتم شايفين كده. بعد كده على طول ننزل تحت في فوزي صديقي طبعا الجميل من الجزائر 79 نقطه. فوزي كان متصدر الليج لفتره طويله جدا، وبرضه هو نزل جامد في الجوله اللي فاتت، لكن الجوله دي رجع صعد تاني وبقى في المركز التاسع ب 79 نقطه، ممتازين جدا. واحد في المركز ال20 طبعا ابو يمن اللي طبعا في المركز ال20 ب 86 نقطه. فالليج قويه جدا، وبجد مستمتع جدا جدا بليج كابتن نور. وبينا بقى على طول ناخد دوري فريق بين سبورتس، الدوري الملتهب القوي الممتع جدا، واللي عبد العزيز النصر يعني في الحلقه اللي فاتت اتكلم كده وقال بقى ايه احنا كله تمام وكابتننا صلاح والجوله كانت ممتازه. وارسل طبعا لعبد العزيز النصر كل التحيه، وفريقه ان شاء الله هيكون معانا في الحلقه دلوقتي. رفيق صيفي في المركز الاول زي ما انتم شايفين كده ب 61 نقطه في الجوله دي. احمد المحمدي 64 نقطه، وائل جمعه 61 نقطه، وطبعا حسام حاج علي اللي كان متصدر لفتره طويله جدا 44 نزل المركز الرابع. وبعد كده عبد العزيز النصر طبعا 61 نقطه، والف مبروك على كابتنة صلاح. وفا سكار طبعا 77. برضو محمد سعدول الكواري في المركز ال16. الموسم ده يعني موسم صعب جدا، لان محمد سعدول الكواري بصيت على فرقته ما عندوش محمد صلاح، ولكن هو جاب 66 نقطه في الجوله دي. زيدان طبعا النبوي 71 نقطه في المركز ال 18. خلينا بقى ناخد معانا احمد المحمدي النهارده اللي جاب 64 نقطه بماينس 4 يبقى 60 نقطه، وترتيبه بقى 672 الف على العالم. نزل شويه الحقيقه في الجوله دي. طبعا كان كابتن محمد صلاح، كان عنده بالمر، كان عنده كولويل، كان عنده رايا، وكان عنده ايساك، لكن كان عنده دوران بماينس 2 واثرت طبعا جدا. وعنده كونيا ب 12 نقطه، وعنده ايات نوري ب6 نقاط على البنش. فكانت جوله الى حد كبير جيده، نزل نزول مش كبير احمد المحمدي. اللي بعديه على طول عبد العزيز النصر اللي جاب 61 نقطه في الجوله دي، وكابتن محمد صلاح زي ما قلت لكم، و10 نقاط جمال جدا من بالمر. وكان عنده ايات نوري وستوبنن الاثنين ب6 و6 على البنش. وطبعا كان عنده اينا، كان عنده سيلز، وعنده هندرسون. يعني تخيلوا الحارس الاصلي والاحتياطي الاثنين كانوا مبدعين جدا، لكن هو لعب سيلز ب9 نقاط، وترتيبه ارتفع بقى المليون 594 الف على العالم. سعيد جدا طبعا بان عبد العزيز النصر كده، يعني اعتقد ان هو بيتابع الحلقات، ودايما يا رب كده نستمتع مع بعض بالفانتسي. اللي بعديه على طول وفا سوكار المراسل الرائع في قنوات بين سبورتس زي ما انتم شايفين كده 77 نقطه. جوله قويه جدا جدا برايا وصليبه واينا، وطبعا محمد صلاح ودوكو وبالمر وايساك وكونيا. فكانت جوله ممتازه جدا جدا لوفا سوكار، وترتيبه ارتفع بقى المليون 607. يلا بينا بقى ناخد الاول على كل اليوتيوبرز والمشاهير حبايبنا كده، وهو عمر زغل. يا جماعه عمر زغل اللي انا قلت لكم كتير عليه طبعا في منصه اكس، وواحد من الناس القويه جدا جدا بالنسبه لي، وقلت لكم ان انا بحب اتابعه جدا، وقلت لكم ان هو متميز جدا هذا الموسم. جاب 81 نقطه بماينس 4 يبقى 77 نقطه، يبقى هو في المركز الاول معانا ب 17379. ترتيبه طبعا على كل المشاهير بتوعنا 17379. ما شاء الله متفوق جدا في الجولات اللي فاتت، بالذات عمر طبعا عنده دبل اب من دفاع فريق نادي ارسنال، وعنده سيلز، وعنده كريكس بص، والدفاع وحراسه المرمى كله تمام. محمد صلاح وبالمر كله تمام. المشكله طبعا كان في دياجو يوتا وسيمينيو وجابرييل جيزوس وكونيا وايساك. فكانت جوله رائعه جدا جدا لعمر زغل اللي زي ما انتم شايفين كده ارتفع 13000 مركز، كان ترتيبه 30000 بقى 17000 على العالم. كان عمل تغييرين، جاب جابرييل جيزوس مكان ويلبك، وجاب دياجو يوتا مكان ساكا. التغييرين طبعا ما عملوش يعني المردود، لان جابوا له 3 نقاط بماينس 4 يبقى ماينس 1. لكن عمر زغل في كل الاحوال عامل شغل عالي جدا جدا هذا الموسم. عمر زغل تصدر. خلينا بقى نشوف الاف بي العرب يوتيوبرز والقائمه بتاعتنا. ندى علي ندى بقى في المركز الاول مره ثانيه، وبعد كده مدمن فانتزي اللي جاب 82 نقطه في جوله قويه جدا، وفانتاستيك فانتزي 53 نقطه، وكابتن نونو 74 نقطه. انا قربت جدا جدا طبعا من المتصدرين زي ما انتم شايفين، وبقيت في المركز الرابع، كنت في المركز الثالث، لكن مدمن فانتزي الحقيقه في الجوله دي جاب 82 نقطه رهاب جدا. وهتشوف دلوقتي عمل ايه. نشامه في المركز الخامس 57 نقطه اوفرول 1141،
وبعد كده محمد الأطرش فانتازيكو برضو متألق جدا 67 نقطة. أزوري في المركز السابع 69. سلمى مشهور زي ما انتم شايفين كده في المركز الثامن 63. ننزل تحت شوية الأشاوس في مركز 11 58 نقطة. علي أيمن فانتساوي 76 نقطة وجولة ممتازة جدا. أحمد أشرف مركز ال 14 58. كابتن عطية عبد الخالق، وأنا يعني مش عارف أقول لك إيه يا كابتن عطية، والله شفت طبعا حالة الطرد وبرونو فرنانديز وإيه اللي بيحصل، والجولة الثانية على توالي 4 لعيبة اتطردوا في فريق كابتن عطية عبد الخالق. أنا مش عارف والله إيه اللي بيحصل فعلا. وبعد كده طبعا محمد الجفري حبيبي وصديقي طبعا 69. ودكتور فانتزي في المركز 17 71 نقطة وجولة ممتازة جدا جدا لدكتور فانتزي. خلينا بقى ناخد فريق على طول ندى علي ندى اللي جاب 74 نقطة، هو جاب 78 بماينس 4 يبقى 74 26092 مركزه دلوقتي على العالم بالدبل اب طبعا من فريق ارسنال. رايا وتمبر اللي جاب طبعا بونس كمان وثلاث نقاط ممتازين، ومحمد صلاح في الكابتنه وبالمر وبون وايساك وكونيا، وعنده اين على البنش كان ممكن تفرق جدا مكان روبنسون مثلا او حتى فان دايك. فكانت جوله ممتازه جدا لندى اللي ارتفع زي ما انت شايفين كده 12000 مركز بدل ال 38000 بقى ال 26000 على العالم. وطبعا كان عمل تغييرين، جاب ايساك مكان جاكسون، جاب فودن مكان ساكا، جاله 8 نقاط بماينس 4 يبقى زاد 4 نقاط. تغييره الى حد كبير موفقه وما شاء الله ندى يعني الف سلام عليك. طبعا هو كان يعني عنده كده بعض الظروف الصحيه وكان بيعمل حاجه عند الدكتور السنان وكده. الف سلام عليك يا ندى. ودايما يعني انا طبعا بحب جدا اتابعه واكيد يعني هو عارف معزته عنه. اللي بعديه على طول مدمن فانتزي محمد صلاح اللي تألق جدا في الجوله دي ب 82 نقطه بماينس 4 يبقى 78. عنده بقى حاجه مميزه جدا، عنده 2 من دفاع نادي برايتن يعني فبروخن حارس المرمى، وعنده دانك كمان ف8 و6 حاجه ممتازه جدا. جابرييل وعنده محمد صلاح في الكابتنه وبوين وبالمر وكونيا وايساك، وكان عنده كمان كاستانيا على البنش زي ما انتم شايفين كده ب5 نقاط. فكانت بالنسبه لي جوله ممتازه جدا جدا لمحمد صلاح اللي ارتفع زي ما انتم شايفين كده 33000 مركز من 78000 لل 44000. ما شاء الله ماشي بشكل ممتاز. وكان عمل الثلاث تغييرات، جاب جابرييل جيسوس مكان فاردي، جاب احمد ديالو مكان ساكا، وجاب فان دايك مكان باو توريس. 3 تغييرات عملوا له 5 نقاط بماينس 4 يبقى نقطه وحيده. تخيلوا يعني كل هذه التغييرات وكل البدائل بتوع ساكا لم ينجحوا تماما في هذه الجوله. اللي بعديه بقى دكتور سامح فانتاستيك فانتزي. مش عارف اقول لك ايه يا دكتور سامح، والله انا طبعا كنت معاه على اللايف وهو بيختار دياجو يوتا ومش عارف اوقفه ومش عارف امنعه. يعني انا كنت شايفها ريسك يعني جامده جدا جدا بصراحه، لان طبعا دياجو يوتا والويس دياز زي ما انتم شفتوا كده ما اشتركوش بشكل اساسي، والويس دياز طبعا اصلا ما كانش موجود على البنش. كانت فيها مغامره بالنسبه لي طبعا جامده جدا. طبعا في الجوله اللي فاتت هو كابتن سون ومشيت، لكن بصراحه كانت شايفها صعبه جدا لان دياجو يوتا لسه ما اداناش الاماره ان احنا يعني نلعبه، خصوصا محمد صلاح طبعا معاه كمان ضربات الجزاء. فخلينا يعني انا مش عارف اقول لك ايه، طبعا هي نو ريسك نو فان زي ما بيقولوا، فاكيد طبعا هو حب يعمل الريسكايه دي. وكريكز وتمبر وعندك بقى محمد صلاح والكابتنه الكارثيه طبعا بتاعه دياجو يوتا، لانه لو كان كابتن محمد صلاح كانت فرقت طبعا جامد جدا الحقيقه. دي بقى حلاوه الفانتزي، وهو كان راضي فخلاص طالما راضي مفيش مشكله. وعنده طبعا ايساك، فكانت الجوله الى حد كبير نزل فيها شويه 26000 مركز من ال 20000 لل 46000. وباذن الله يا رب كده الجولات الجايه تبقى افضل لدكتور سامح فانتاستيك فان. اللي بعديه بقى فريق كابتن نونو، لكن انا هجيبه طبعا في اخر الحلقه. هناخد بقى واحد يعني هو مش في الترتيب ولكن هو علي ايمن فانتساوي اللي انا عايز اجيبه لكم كده بقى، ونحلل فريق كابتن علي فانتساوي ونشوفه كده وهو بقى في فيتنام وربنا معاه يا رب. 76 نقطه زي ما انتم شايفين كده في الجوله دي. فابيانسكي وطبعا الكسندر ارنولد ما عملوش حاجه، لكن هال وجابرييل عملوا شغل. بالمر وبوين ومحمد صلاح طبعا، لكن هو كان كابتن بوين برضه كان عامل برضه لعبه، وكونيا وطبعا ايساك وود ما عملش حاجه. وبيكفورد عنده على البنش ب9 نقاط بعد ما صد طبعا ركله الجزاء من هالاند. فكان الجوله الى حد كبير تألق فيها جدا جدا علي ايمن فانتساوي اللي كان ممكن يبقى اكتر من كده بكابتنه محمد صلاح. هي يعني مش بعيده، فرق نقطه واحده، وطبعا كان ممكن يلعب بيكفورد، لكن بالنسبه لي بصراحه كان صعبه فعلا. ويعني فريق نادي ويست هام جاب اصلا كلين شيت، لكن طبعا اصابه فابيانسكي والمشكله اللي حصلت. خلينا بقى ناخد فريق فانتساوي ونشوف كده. والاول اتقدم كام مركز؟ 370000 مركز بقى ال1,173,000. خلينا بقى ناخد كده ونشوف ايه اللي حصل مع فانتساوي في الجولات اللي فاتت من الجوله ال13 للجوله ال18. هو ما شاء الله في تصاعد كبير جدا من ال3,360,000
176 ودلوقتي المليون 117. فبالنسبه لي طبعا تفوق كبير جدا. وخلينا طب برضو نشوف فانتساوي في السنين اللي فاتت كان عامل ازاي. هو في الموسم اللي فات نهى الموسم في المركز ال 195، قبليها ال 2388، قبليها ال 80783، قبليها ال 111 550، قبليها في 19 20 519 عالم، قبليها ال 84، قبليها ال 165، قبليها ال 16000، قبليها 369000. يعني فانتساوي الحقيقه دايما متالق جدا جدا وما عداش هي ابعد حاجه كانت ال 369000 وكان اول موسم. فبالنسبه لي طبعا فانتساوي عنده رؤيه ممتازه جدا في الفانتزي، وهو عشان كده دايما بيكون قادر يرجع. خلينا طب نشوف كده الكابتنه، لان الكابتنه بالنسبه لي كانت اكبر مشكله عند فانتساوي في هذا الموسم. هو كان نسبه نجاحه في الكابتنه 11 مره من 18 جوله 62%، وهي دي يمكن الحاجه المقصره شويه. 62% طبعا نسبه مش عاليه قوي، وطبعا كانت اعلى كابتنه عنده هي من هالاند، واسوا مره لما كان مكابتن جابرييل. برضو كابتن جابرييل بالنسبه لي كانت صعبه جدا. خلينا طب نشوف كده في الجولات. بصوا اهو، ايساك كانت في اول جوله، هالاند، بعد كده هالاند محمد صلاح، وبعد كده جابرييل الغريبه دي، وهالاند سولانكي برضو بالنسبه لي، هالاند سون برضو ما كانتش حلوه قوي، هالاند بالمر ساكا. وطبعا زي ما انتم شايفين في اخر 4 جولات مكابتن بوين، ويعني محمد صلاح مره وبوين 3 مرات. فدي كده كانت قصه كفاح فانتساوي. ونسبه النجاح طبعا اللي قلت لكم في الكابتنه هي كانت 62%. لو اعلى من كده هتفرق جدا جدا، وان شاء الله باذن الله الجولات الجايه تبقى افضل لفانتساوي. وطبعا بهدي لك كل الكلام الجميل ده، وان شاء الله باذن الله كده دايما نتواصل على خير. بعديها على طول نور ماجد يا جماعه، يعني عامل موسم بالنسبه لي ممتاز جدا، لكن الجوله دي ما كانتش جوله حلوه قوي. هو جاب 63 نقطه في الجوله دي من سيفتي كام 68، فطبعا نزل شويه او 66، وترتيبه بقى 70860. في كل الاحوال طبعا هو اصلا ترتيبه جامد جدا، وعنده تيمبر طبعا، عنده بالمر، عنده صلاح، كان عنده برونو فرنانديز بالماينس 2 اثروا جدا جدا، وطبعا بويمو واوديجارد ما عملوش كلهم حاجه. ايساك جاب له 8 نقاط، فكانت الى حد كبير جوله جيده جدا لنور ماجد. اللي بعديه على طول في كون موازي ماشي بشكل ممتاز جدا برضو الموسم ده، وجاب 79 نقطه ماينس 8 يبقى 71 نقطه، وطبعا ترتيبه بقى 127000 على العالم بسيلز بجابرييل في الكابتنه. كانت بالنسبه لي يعني قويه جدا جدا اللي هو كابتن جابرييل الحقيقه، وساب محمد صلاح. يعني مش عارف اقول له ايه الحقيقه، لكن في كل الاحوال طبعا هي مشيت الحمد لله. وطبعا بالمر وجوردن وكونيا، فكانت جوله الى حد كبير ممتازه. كمان كان عنده فيربروخن على البنش، لكن طبعا سيلز برضو جاب له 8 نقاط ووان بيساكا، فكانت جوله بقول لكم ممتازه جدا جدا لفيكون مويز. اللي بعديه على طول يوسف عثمان اللي عامل موسم جميل الحقيقه، لكن الجوله دي برضو جاب 59 نقطه من سيفتي 66 نقطه. كانت الحقيقه يعني اثرت عليه شويه، لكن في كل الاحوال برضو كان عنده ثنائي من رايا وجابرييل من دفاع ارسنال، كان عنده بالمر وصلاح في الكابتنه، وطبعا ايساك ما كانش عنده كونيا، يمكن هو ده اللي فرق معاه، وترتيبه نزل شويه بقى ال 134000 على العالم. اللي بعديه على طول محمود الزوبي زي ما انتم شايفين كده جاب 57 نقطه ماينس 4 يبقى 53. نزل برضو محمود يعني ال 230000 على العالم. يعني انا مش عارف ايه اللي حصل بس في الكام جوله اللي فاتت، رغم والله ان الفرقه جميله، والدفاع زي ما انتم شايفين كده عنده كاستانيا وعنده مونيز، وعنده طبعا في نص الملعب محمد صلاح في الكابتنه وبالمر، وكان عنده هالاند. هي المشكله يمكن في هالاند ومفيش كونيا، هي دي اللي فرقت بس شويه. ايساك طبعا الثمان نقاط والبنش ما فيهوش نقاط، فكانت يعني لحد كبير جوله ممتازه الحقيقه. لكن طبعا كونسا يمكن اثر شويه برضو، وسانشيز الكلين شيت اللي راحت في اخر ثانيه ترتيبه نزل زي ما انتم شايفين 75000 مركز. يعني يا حبيبي ان شاء الله يا محمود والله باذن الله تظبط الدنيا. وزي ما قلت لكم كده كونيا هو اللي اثر جدا، 12 نقطه اللي جابهم دول. مونيز كان هو النجم، هالاند طبعا الفلوب الكبيره جدا وضربه الجزاء اللي ضاعت، وكانت هتفرق جدا جدا لو سبحان الله هالاند كان حط ركله الجزاء. وطبعا عنده ايساك كان جابه مكان لارسن تغييره موفقه، وصار مكان ساكا، لكن كل بدايل اللي جت مكان ساكا كلها فشلت زي ما انتم شايفين. المهم التغييرين الحمد لله 9 نقاط بماينس 4 يبقى 5 نقاط. الله باذن الله الجولات الجايه تبقى افضل لحبيبي وصديقي واخويا طبعا محمود الزهري. اللي بعديه على طول فانتازيكو صديقي طبعا 67 نقطه بماينس 4 يبقى 63 نقطه، وترتيبه بقى ال 262000 على العالم. هي نقطه السيفتي يعني 65، ف 63 و65 كانت قريبه جدا برضو بثنائي من دفاع نادي ارسنال، وهال طبعا ومحمد صلاح في الكابتنه بالمر، لكن فودن سيمينيو مفيش اي حاجه، جاكسون وجيزوس طبعا وايساك في المقدمه. طبعا برضو عدم وجود كونيا نفس المشكله بالظبط هو اللي اثر، لكن باذن الله يعني او محمد الاطرش زيكو ماشي بشكل ممتاز جدا،
وترتيبه ارتفع بشكل كبير قوي في الكام جوله اللي بعديه بقى FPL فوكس وصديقي طبعا كابتن شريف المتالق جدا جدا في حلقه توقعات. وكل اللي ما بيشوفش حلقه توقعات يا جماعه لازم يشوفها، لان كابتن شريف والله قال لنا كلام جامد جدا وحصل برضه زي ما انتم شفتوا كده. قال لنا على برونو فرنانديز ما حدش يجيبه، او الراجل اتطرد وجاب -2. قال لنا على يعني معظم الافكار جونز مثلا من فريق نادي ليفربول، وازاي ان هو متوقع له انه كان يجيب نقاط، وفعلا ده اللي حصل وجاب النقاط. فكابتن شريف جامد جدا، وفي الجوله دي جاب 83 نقطه. 83 نقطه بالنسبه لي كانت قويه جدا. مشكله اللي هو كان عنده هالاند بس، سبحان الله هالاند هو اللي اثر معاه. لو كان هالاند بس جاب ركله الجزاء دي كانت فرقت جدا. سالز وتمبر ووان بيساكا وهول 4 لعيبه يعني الدفاع تمام. جوردون، محمد صلاح وبالمر وقدوس يمكن هو اللي خذله، جواو بيدرو وايساك، وطبعا الخذلان الكبير كان من هالاند. فكانت جوله ممتازه جدا جدا لكابتن شريف. ترتيبه زي ما انتم شفتوا كده ارتفع بقى ال 464 الف على العالم. اللي بعديه يا جماعه عمر مجدي. عمر مجدي ماشي بشكل ممتاز جدا وجاب 83 نقطه، وكان هو على فكره نجم الجوله، هو اعلى واحد جاب سكور الحقيقه في الجوله دي. 83 نقطه كانت مميزه جدا، وترتيبه ارتفع بقى ل 1,269,000 على العالم. زي ما انتم شايفين فليكن وهال وجابريال وتمبر وبوين ومحمد صلاح في الكابتنه وبالمر وكونيا. فكانت جوله رائعه جدا. كمان كان عنده ايات نوري على البنش ب6 نقاط. فكانت جوله هايله جدا لعمر مجدي، واحد برضو من الناس اللي انا بحب جدا جدا اكيد اتابع. اللي بعديه على طول رفيع عطله. رفيع عطله اللي جاب في الجوله دي 63 نقطه من سيفتي 61 نقطه، وترتيبه ارتفع بقى ل 1,658,000 على العالم بتمبر وجابريال الثنائي طبعا من فريق ارسنال وكاستانيا ومحمد صلاح في الكابتنه وايساك. فكانت برضو جوله ممتازه، وارتفع ترتيبه زي ما انتم شفتوا ل 1,658,000 وماشي بشكل ممتاز جدا جدا رفيع عطله. يلا بقى ناخد كابتن عطيه عبد الخالق، اللي انا مش عارف ايه اللي بيحصل له بجد والله العظيم في حكايه الطرود دي. انا بجد كنت مش مصدق ان هو عنده برضو يعني برونو. طبعا كان عنده رايا، كان عنده كوكوريا اللي راحت منهم كلين شيت، ولويس واللي راحت منه، وروبرتسون اللي راحت منه كلين شيت، وبالمر وبوين، بس هم دول اللي انقذوا الدنيا. برونو طبعا -2، محمد صلاح في الكابتنه، والهجوم فيه ايساك الحمد لله. فطبعا جاب 56 نقطه -4 يبقى 52 نقطه. ترتيبه نزل شويه بقى ل 2,601,000. هو كان عمل تغييرين، جاب جابريال جيسوس مكان لارسن، وجاب برونو فرنانديز مكان ساكا. التغييره طبعا اللي عملت -2، والتغييرات كده عملت -2 -4 يبقى -6. لو ما كانش عمل التغييرات يا جماعه كانت خد 6 نقاط، او يعني كان ما اتضرش كده ب6 نقاط. في كل الاحوال باذن الله يا رب الجولات الجايه تظبط بقى مع طبعا واحد من الاحباب طبعا اكيد كابتن عطيه عبد الخالق. بعديه على طول محمد الجفري اللي جاب في الجوله دي 69 نقطه -8 يبقى 61 نقطه. طبعا كان عنده برده الثنائي رايا وتمبر، وعنده محمد صلاح في الكابتنه وجوردون وبالمر. كورزوفسكي ما عملش حاجه، وايساك. فكانت جوله الى حد كبير ممتازه، وارتفع ترتيبه بقى ل 2,968,000. اللي بعديه على طول ملك الديفرنشلز محمد القاضي اللي جاب 63 نقطه في الجوله دي من سيفتي 60 نقطه بسهلز وتمبر. وطبعا عنده برده سيميني وجوردون ومحمد صلاح في الكابتنه، وعنده هالاند. طبعا اللي كان قال لي لا انا مش هبيع هالاند خالص. وطبعا ترتيبه ارتفع بقى ل 2,405,000. ملك الديفرنشلز محمد القاضي. اللي بعديه على طول البوب شو اللي عمل يا جماعه -8. مش عارف اقول لك ايه يا بوب، بس رجعت للماينس تاني. 60 نقطه -8 يبقى 52 نقطه. خلينا نشوف مين. تمبر، وعنده جابريال، وعنده بالمر، وعنده طبعا مين برونو فرنانديز، وعنده مارتينيلي، وعنده محمد صلاح في الكابتنه، وعنده ايساك، وكمان عنده دوبرافكا على البنش ب6 نقاط. كان ممكن يفرقوا طبعا مع فابيانسكي. خلينا نشوف تغييراته. هو جاب جافارديول مكان مزراوي، وجاب جابريال مكان جريفز، وجاب مارتينيلي مكان ساكا. فطبعا التغييرات جابوا له 8 نقاط ب -8 يبقى 0 من النقاط. معلش بقى طبعا، وانا مش عارف اقول لك ايه. ان شاء الله باذن الله الجولات الجايه البوب شو تبقى افضل وافضل. اللي بعديه على طول دكتور فانتزي اللي جاب يا جماعه في الجوله دي 71 نقطه، وكانت جوله هايله جدا لدكتور فانتزي بطبعا رايا بكيركز بمحمد صلاح في الكابتنه ببالمر بكونيا بايساك. فكانت جوله ممتازه. كمان كان عنده كاستانيا على البنش ب5 نقاط. وجوله موفقه جدا جدا لدكتور فانتزي اللي ترتيبه ارتفع 3,177,000 على العالم. وان شاء الله باذن الله متالق اكتر واكتر دكتور فانتزي. اخر فريق بقى في حلقتنا النهارده قبل فريقي هو فريق طبعا احمد عصام وسلمى. طبعا بيطلعوا مع بعض، سلمى مشهور. وطبعا هو كان واحد من الاصدقاء قال لي عايزين نشوف فرقته. 54 نقطه زي ما انتم شايفين كده في الجوله دي -4 يبقى 50 نقطه. وترتيبه دلوقتي ل 2,595,000 على العالم بهال وجابريال
وعنده محمد صلاح في الكابتنه، عنده طبعا هالاند وعنده كونيا، وجابرييل جيسوس ما عملش حاجه، عنده هندرسون على البنش ب7 نقاط. في كل الاحوال احمد عصام واحد من الناس برضو اللي انا دايما بحب كده اتابعه، هو وسلمى اكيد يعني متالقين، واكيد دايما بنستمتع جدا بيهم، بالذات في الفلوجز الجميله اللي بيعملوها وزيارات الملاعب والاستادات، طبعا حاجه في منتهى الجمال. اخر فريق في حلقتنا النهارده هو فريق كابتن نونو، اللي زي ما انتم شايفين كده جبت 74 نقطه بماينس 4، يبقى 70 نقطه من سيفتي، 66 نقطه، فترتيب ارتفع الحمد لله، بقت ال 58,000 على العالم. الى حد كبير كانت جوله جميله جدا طبعا، بصليبه، بكولويل، ببوين، ببالمر، بمحمد صلاح، بكونيا، بإيساك. كانت جوله بالنسبه لي ممتازه جدا جدا. ارتفعت زي ما انتم شايفين كده ال 13,000 مركز فيها الترتيب، من ال 71,000 ل 58,000، ويعني كانت جوله بالنسبه لي كويسه. التغييرات بس انا مش عارف برضو، التغييرات الموسم ده بالنسبه لي مش عارف ليه دايما مش موفقه. كنت طبعا جبت زي ما انتم شايفين كده جابرييل جيسوس مكان جواو بيدرو، وجبت فودن مكان ساكا. التغييرات جابت لي نقطتين بماينس 4 يبقى ماينس 2، كانت تغييرات ملهاش اي لازمه. ويعني سبحان الله برضو روبنسون كنت جبته الجوله اللي فاتت، بعت ميلينكوفيتش، وميلينكوفيتش جاب في الجولتين جاب 6 و6 12 نقطه، وروبنسون جاب 6 ونقطه في الجوله اللي فاتت فجاب 7 نقاط. يعني كانت ممكن تفرق برضو التغييره دي، وما كنتش عملتها كانت فرقت برضو 6 نقاط كمان. في كل الاحوال الحمد لله يعني كانت جوله ممتازه جدا. دي كده كانت حلقتنا، يلا منتظر بقى تشاركوا في المسابقه الجميله بتاعتنا ونكتب كلمه اشتراك. دي كده كانت حلقتنا، والى اللقاء.